حبيبي وعزيزي برج الدلو وجمال وحلاوة برج الدلو، أهلا بيكم وأحلى مسا على عيونكم الحلوين. نقول بقى توقعات ونصايح وتحذيرات شهر مارس أذار، ونار يا حبيبي نار. شهر حوار في تقلبات وتغييرات وحوارات، حاجات كتير وقلوب بتطير ومشاعر وأحاسيس وكل حاجة، في عمل في دراسة في مال في كل ملخبط، بس في إيجابي وسلبي في نفس الوقت، دي مشكلته. في حبة إيجابي وتاني يوم سلبي وبعدين لخبطة. أنا مش عارف أقول لكم إيه والنبي أنا احترت، بس خلونا نحاول ننظمها مع بعض، واكتبوا التواريخ اللي هتتقال عشان ما تجوش تسالوني بعد كده. وفي نفس الوقت لازم تشوفوا التوقعات الاسبوعيه واليوميه، هي اللي فيها التفاصيل اكتر بكتير. بس خلينا نبدا نقول ان الشهر فيه تحركات ماليه بشكل او باخر. الشمس في برج الحوت، وعندنا عطارد في برج الحوت لغايه يوم 20، ونبتون اوريدي موجود في الحوت بايت هناك، وزحل هيروح على الحوت من يوم 8. والنبي في ليله كبيره بتحصل في الحوت في بيتكم التاني، الفلوس والمال والمصاري. لو قسمناها هنقول ان احنا طول الشهر عندنا افكار بره الصندوق، عندنا حلول للمشاكل الماليه اللي هتظهر. ما هو الشمس في الحوت بتضغط عليكم، بتضغط على الحته الماليه، تلاقوا في مصاريف في التزامات، الدنيا بتغلى، الاسعار، الدولار نار يا حبيبي نار، ومش ملاحقين. بس عندكم قدره على التنظيم، ما هو عطارد كمان في الحوت، فقادرين تنظموا اموركم الماليه، تتعاملوا مع الاوضاع ايا كانت عامله ازاي، قادرين تلاقوا افكار، تلاقوا حلول، تقدروا تسيطروا على مصاريفكم. احيانا بتعملوا نوع من التبذير، بس قادرين في الفتره دي تفرملوها حبتين، تاخدوا بالكم تصرفوا ايه وامتى وازاي وفين. وده مهم جدا، التنظيم المالي، فقدرتكم على التنظيم موجوده، وده هيساعدكم يا اما تحوشوا يا اما توفروا يا اما تكسبوا مال زياده بامر الله. مضغوطين بس قادرين تلاقوا الحلول، وان شاء الله تبقوا مبسوطين. بس طبعا وجود زحل في برج الحوت من يوم 8، فمن يوم 8 تعرفوا ان الدنيا مش هتمشي بالساهل، لا هيبقى في عراقيل ضغوطات في الحته الماليه، محتاجه تفكير وتركيز بزياده، ونتعب حبتين ما نتوترش بس. نيجي لحته تانية بقى برضو مكملين لخبطه، ونقول ان عندنا الزهره والمشتري الاتنين فين؟ في برج الحمل، حبيبكم شقيقكم ابن عمكم. هنا خلينا نقول لغايه يوم 17 فرص واحتمالات ان انتوا تدخلوا النقاشات وتطلعوا منها بفوائد، تطلعوا كسبانين، تدخلوا في منافسات في مواجهات تطلعوا مستفيدين، تروحوا مشاوير، تروحوا تيجوا، اتصالات، تفاهمات، علاقات. عندكم قدره على الاقناع، على تبرير التصرفات، على عرض الافكار. استغلوا الفتره دي، فتره مهمه جدا لغايه يوم 17، وعندكم الفرص والاحتمالات ايجابيه جدا ان انتوا توصلوا لامور انتوا عايزينها. ومن يوم 21 الشمس هتبقى في برج الحمل، وعطارد في برج الحمل هنا، والمشتري هيبقى لسه مكمل معانا، فلسه الطاقة والفرص موجودة. القدرة عندكم قدرة على التركيز، تلقطوها وهي طايرة، تردوا الكلمة ب10 على طول. فأنا مش قلقان عليكم طول الشهر، بأمر الله عندكم قدرة وإمكانية، بس ما تتسرعوش في قراراتكم، اهدوا شوية على نفسكم. من يوم 17 الزهرة هيروح على برج الثور، يعني من يوم 17 فرص عائلية في بيتكم الرابع، الحب والمال والجمال، مشاكل مالية عائلية تتحل، مشاكل ليها علاقة بأزواج، بإنجاب، بحمل، بمشاكل، بأمر الله كله بتاع ربنا. فرص إيجابية موجودة في الحتت ديت، ما نوعدش بحاجة بس الفرص بأمر الله تكون إيجابية. فرص لتحسين العلاقة العائلية، حل المشاكل المنزلية، تقضوا وقت في البيت أكتر شوية، يبقى الاهتمام العائلي مناسب والفرص العائلية جميلة، زيارات، مقابلات، مناسبات، حاجة حلوة. نكملها ونقول الحتة العاطفية، إن عندنا المريخ في الجوزاء اليوم 25 في بيتكم الخامس، هنا طاقة عاطفية، الطاقة الجنسية كمان زايدة شوية، الأزواج يستفيدوا، وعندكم فرص واحتمالات للارتباط والإعجاب والانجذاب وحل الخلافات العاطفية. بس ممكن يحصل خلافات بسبب إن مشاعركم تبقى جياشة، عواطفكم اللي بتحرككم، تتسرعوا في قراراتكم العاطفية، هتزعلوا وتجيبوا ناس تزعل معاكم، ماليش دعوة بيكم. الفرص حلوة بس عايزة هدوء. آخر 5 أيام في الشهر المريخ هيروح على برج السرطان، فطول الشهر عندنا فرص في العمل للأفضل، فرص في الصحة للأفضل. آخر 5 أيام لا ناخد بالنا، مشاكل عملية، ضغوط، مشاكل عملية، ضغوط عملية، مسؤوليات زايدة شوية، إرهاق، إجهاد، مش عارفين توازنوا ما بين عملكم وصحتكم وصيامكم وحركاتكم، فالدنيا ممكن تهرب منكم. فخلوا بالكم من يوم 25 لغاية آخر الشهر في العمل وفي الصحة. اكتبوا التواريخ اللي بقولها. زحل في الدلو اليوم 8، فعندكم خلينا نقول انه لسه بيخرخم على
عليكم حبتين، الرخامات تخلص وتمشي من عندكم خالص من بعد يوم 8، تحسوا ان انتوا فقتوا، هتشموا نفسكم، النحوس تبدأ تخف، تبدأ مرحلة جديدة في حياتكم. واسمعوا كلامي، من بعد يوم 8 دي مرحلة جديدة خالص، هتنتقلوا في حتة تانية خالص بأمر الله، على الأقل نفسيا، على الأقل فكريا. اخر اسبوع في الشهر بلوتو هيبقى عندكم، فورد يحصل لكم تغيير فعلا، ده ياكد الكلام. اخر اسبوع في الشهر بامر الله التغيير يبدا يبان ملامحه عليكم، وتنهوا الشهر بشكل سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله اعلم.